اهيت. كيكه البرتقال سهله وسريعه وكمان اقتصاديه اهيت، بالزيت وبالبرتقال بس. هتعمليها ان شاء الله وهتدعي لي وهتشرفك قدام ضيوفك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه وبالف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض زي ما عودناكم وصفه سهله وسريعه، مكونات ان شاء الله تكون موجوده في كل بيت. طبعا احنا في موسم البرتقال، والبرتقال رخيص جدا، ببرتقانتين بس هتعملي ان شاء الله كيكه البرتقال بطريقه سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت هنقولك على التكات اللي بتخليها مرتفعه معاكي وطعمها مميز. هنبدا كده على بركه الله في الخلاط عادي خالص. لو مش في الخلاط، ما عندكيش خلاط، هتبداي تعملي بالمضرب العادي خالص او على ايديكي. الناس اللي هم زي امهاتنا كده، ربنا يديهم الصحه والعافيه، اللي بيعملوا على ايديهم زي زمان، ما فيش ولا مضرب يدوي ولا مضرب ولا خلاط ولا اي حاجه، ممكن تعمليها بايدك وتدوبي الحاجه، مفيش اي مشكله. هنبدا بقى. اول حاجه معايا كوبايه وربع من السكر، معايا كوبايه مليانه كويس كده من عصير البرتقال. طبعا عصير البرتقال لازم يبقى فريش وما يكونش عليه اي ميه، يعني بتعصريه وبعد كده بتصفيه عشان ما يكونش فيه اي تفله. بعد كده معايا كوبايه الا ربع من الزيت. لو انت حابه تعمليها بقى بزبده تعمليها باي حاجه، وفي امكانيه تعملي هي بالزيت. كوبايه الا ربع. معايا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، معايا معلقه من الخل، ومعايا بشر برتقان اهوت زي ما احنا شايفين، حوالي معلقه كبيره. اهم حاجه ان انت تاخدي البشر من بره وما تجيش ناحيه الطبقه البيضاء عشان ما تديش مراره للكيكه بتاعتي. كده المكونات كلها معايا اللي هي السايله كده. نبدا بقى. معايا المكونات الجافه، كوبايتين ونص من الدقيق نخلتهم كويس جدا. معايا كيس من البيكنج باودر، او ممكن تحطي محسن الخبز عادي مفيش مشكله. ومعايا بس كيس فانيليا ممكن تستغنى عنه. بشر البرتقال وعصير البرتقال ما بيحتاجش اي حاجه، فانا هحط كيس بس كده من الفانيليا. ومعايا رشه من الملح. والتكه بقى المهمه هنا معايا اللي بتديها هشاشه وبتبقى جميله جدا، معلقتين من النشا. معلقتين النشا دول هم اللي بيدوا الكيكه الهشاشه اللي احنا بنشوفها في الكيك. هنبدا بقى على بركه الله في الخلاط. اهم حاجه نبدا في الخلاط كده بالترتيب عشان تطلع معاكي هشه واسفنجيه. اول حاجه بنبدا بالبيض كده في الخلاط الاول. زي ما احنا شايفين كده. ومعاه الفانيليا، وادي الخل والسكر. نضرب الاول المكونات دي كويس جدا كده مع بعض الاول لحد ما تعمل فوم ابيض، وبعد كده نكمل باقي الخطوات. بعد كده بقى بنحط بشر البرتقال معانا اهو، المعلقه الكبيره تديها طعم مميز جدا. ونبدا نحط الزيت بتاعنا ونضرب مره تانية كده كمان كويس. بقى ننزل بالبرتقال بتاعنا اهوت. في ناس ممكن تحط معلقتين كده من الزبادي لو متوفر عندك بتحطيه، ومفيش خلاص ممكن تحطي لو عندك لون الطعام الصحي تحطي لون اصفر كده يظهر لون البرتقال. هي مش محتاجه اي حاجه، لونها جميل اهوت بالبرتقال. نكمل بقى ونضربها كويس جدا ونرجع نشوف هنعمل ايه. كده الخليط بتاعنا اهو ضربناه كويس جدا، شايفين ما شاء الله مرتفع ازاي. وادي زي ما احنا شايفين نزلنا بقى بخليط اللي في الخلاط كله اهو، شايفين ما شاء الله. واللون كمان لو انت حابه تحطي لون مفيش مشكله. بشر البرتقال مع عصير البرتقال مديها اللون الجميل اهو. نبدا بقى ننزل بالمكونات الجافه اللي قلنا عليها، ذره ملح وكوبايتين ونص من الدقيق، معلقتين من النشا، وكيس من البيكنج باودر. نقلبهم كده مع بعض اهوت. نبدا ننزل بقى بيهم على الخليط السائل. ما بتعمليش العكس، يعني ما بتنزليش بالخليط السائل عادي بيعمل تكتلات معاكي، لا بتعملي كده الخطوه دي السائل الاول وبعد كده عليه المكونات الجافه، ونقلب كويس جدا لحد ما يختفي كل الدقيق. زي ما احنا شايفين قوامه الى حد ما سايل اهوت. نبدا بقى اي صينيه بقى عندك، مدوره مربعه مستطيله عايزاها تبقى عاليه معاكي
بتبداي بقى ان انت ايه تحطيها في صينيه زي ما انت حابه. عايزاها عاليه بتبداي تكبري الصينيه، عايزاها تكون اهي عملتها في صينيه حوالي مقاس 24. لو حسيت انها كتير هسيب منها شويه احطها في قالب صغير. هنبدا بقى نبطن الصينيه زي ما احنا شايفين. بطنتها بطبقه من الزيت ورشه كويسه كده من الدقيق، وانزل بالخليط بتاعي. شايفين ما شاء الله واللون بتاعه اهو. هتاخد كل الخليط معانا. الفرن بتاعي شغال على درجه حراره 180. ما بتشغلوش قبلها بكتير، يعني 5 دقايق بس عشان ما يسخنش زياده عن اللزوم، عشان تستوي معاكي براحتها كده على درجه حراره 180. هتاخد من بعد النص ساعه تبداي تختبريها وتشوفيها. لو استوت معاكي يبقى خلاص، ما استوتش بتديها 5 دقايق كمان. ما بتحتاجش من فوق ولا اي حاجه. نبدا بقى زي ما شايفين الفقاعات دي، نبدا نهزها كده، نحطها بقى في الفرن بتاعنا وارجع اوريكم الشكل النهائي الكيكه بتاعتنا عامل ازاي. وادي الكيكه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن وبعد ما سبتها بردت تماما. شايفين ما شاء الله ازاي انها طريه اهيت، كمان بتلزق في ايدك. هتلاحظي من الطراوه بتاعتها والاسفنجيه ما شاء الله عامله ازاي. واللون كمان انت بتحكمي في اللون، ممكن احنا بنحبها يكون لونها غامق شويه، ممكن انت تطلعيها لونها فاتح. شايفين كمان السكينه بتمشي فيها ازاي، طريه جدا وهشه. ان شاء الله تعمليها وهتعجبك. شايفين كمان اللون بتاعها، اوريكي كده شكلها ونشوف قطعه منها عامله ازاي. بتدوب كده دوبان ما شاء الله، تطلعها بكل سهوله. طبعا هي لزجه جدا وطريه من الطراوه بتاعتها، بتطلع كمان في السكينه. شايفين ما شاء الله. طلع لكم قطعه كمان كده بايديا اهي عشان تشوفوا هي بتطلع ازاي اهي. شايفين ما شاء الله ازاي انها طريه واسفنجيه. هتعمليها بالمكونات وبالسر بتاعنا المعلقتين اللي قلنا عليهم. شايفين الارتفاع بتاعها كمان والمسام المفتوحه. شايفين الله اكبر، يعني حاجه يعني باقل المكونات. شايفين ما شاء الله كده. هتجربي ان شاء الله الوصفه وتعجبك الفيديو. ما تنسيش تدعمينا بالاشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.